المخللات اللي كنا عاملينها في رمضان خلاص خلصت، واحنا الايام دي بنعمل اكلات اقتصادية كتيرة، عايزين نحليها بقى بحاجة مخللة كده بس ما تاخدش معانا وقت، تبقى حاجة سريعة كده. احنا هنعمل النهاردة الليمون المعصفر مع بعض بطريقة بسيطة وسريعة. انا معايا هنا الليمون، ولازم نشتري الليمون يكون اللي هو القشرة بتاعته ناشفة يعني خشنة من بره. انا بقى عندي كمية مية هحط فيها الليمون بتاعي وهسيبه على البوتاجاز يغلي غلوتين مع بعض. هنعمل له الدقة بتاعته عبارة عن فلفل، انا عندي فلفل سبايسي زي كده الاحمر وكنت حاطاه عندي في الفريزر. اللي ما بيحبش السبايسي وعنده فلفل رومي احمر او اخضر يستعمله. كمية الفلفل دي كويسة قوي. عندي تقريبا معلقتين من الزيت كده هحطهم، وزيهم من الخل هحطهم على الفلفل وهضربهم مع بعض في الكب. ده شكلها يا جماعة بعد ما اتضربت طبعا في الكب او في الخلاط. عندي بقى دوت عصفر وحبة البركة، وهقلب الخلطة دي مع بعضها، ودي اللي هحشي بيها الليمون بتاعي. ده شكل الليمون بعد ما اتسلق معانا يا جماعة. هبتدي بقى افتح الليمون دوت بالسكينة عشان احشيه بالخلطة بتاعتي. بصوا هفتحها زي حرف الزائد كده، بصوا زي علامة زائد كده اهو، 1 2، ومش هوصل بيها للاخر اهو، تبقى مفتوحة معايا من فوق ومقفولة من تحت. ده شكل الليمون كله بعد ما فتحناه مع بعض. هبتدي بقى اعمل له المحلول الملح بتاعه. دي المية اللي انا غالية فيها الليمون بتاعي، طبعا انا كنت غاسلة الليمون كويس جدا عشان استعمل المية بتاعته. كل كوباية مية من اللي انا هاخدها دي هتاخد تقريبا معايا معلقة ملح كبيرة. بعد كده هحط عليها معلقتين من الخلطة اللي انا عملتها، الفلفل والعصفر وحبة البركة، ودي معلقة كبيرة من الكركم كده عشان تديني لون الليمون اللي انا عايزاه. وده الملح زي ما اتفقنا، كوباية المية هتاخد معلقة ملح كبيرة. وبس كده هبتدي بقى احشي الليمون بتاعي بالخلطة اللي انا عملتها معاكم اهو. بصوا هدخل الخلطة في الاربع جوانب كده بتوع الليمون اهو زي ما انتم شايفين. هعمل كمان واحدة معاكم. بس هحشي الكمية كلها بنفس الطريقة، وانا حطيتها هنا في البرطمان بتاعي ده، وبس هو جه كبير شوية وانا مرضتش انقلها فسبتها، قلت ايه كويسة مش هيجرى لها حاجة. ده المحلول بتاعي، انا هقلبه كويس قوي وهبتدي بقى احطه على الليمون زي ما انتم شايفين كده في البرطمان بتاعي. بصوا الجمال ده يا جماعة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله جميلة. هحط بقى عليها معلقة زيت كمان على الوش كده، وسنة خل بسيطة، وبس كده. 10 ايام بالظبط وهناكل احلى ليمون في الدنيا. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم بقى، ولو الفيديو عجبكم متنسوش اللايك والشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.